اللي كان بيعملها بطريقه مانيوال قبل كده يعني. فتغير الاسم، اصبح موسيقى الحاسب الآلي. الكمبيوتر طبعا اهم حاجه فيه اللي هو الذاكره، بيقدر يحفظ المؤلفه الموسيقيه، يقدر ان هو يسجل رنين صوتي معين ويبتدي يحوره. في نقطه مهمه جدا في الخطوات اللي انا بقول لك كلها ديت، ان الموسيقى الالكترونيه اساسا بتبحث عن عالم جديد في الالوان الصوتيه. دي نقطه مهمه جدا. يعني الموسيقى الالكترونيه ما هياش مجرد اورج في فرقه. الموسيقى الالكترونيه ما هياش مجرد الاورج اللي هو طبعا كلمه اورج ده مصطلح خطا، بس هو خطا شائع يعني، وانا بفضل استخدمه عشان يبقى مفهوم يعني. اللي هو عباره عن الجهاز بالمفاتيح ما هو اسمه الحقيقي؟ مخلق الالوان الصوتيه او الاصوات الصوتيه. وهنا الالوان الصوتيه بتعني الالات ولا بتعني ايه؟ الالوان الصوتيه اللون الصوتي دوت معنوي، يعني الصوت اللي هو صوت الاله. صوت الاله. صوت الاله. صوت الجالون مثلا لون صوتي. لون صوتي. لون صوتي. فاذا الصوت الكهربائي او في مجال الموسيقى الالكترونيه لازم يبقى لون صوتي ليس له بديل في مجال الموسيقى التقليديه. يعني معنى كده ان مثلا مش بالالكترونات ممكن اعمل فرقه موسيقيه. لا تقليد بيشبه الفرق ما بين الورده الطبيعيه والورده البلاستيك. يعني هتظل الاله التقليديه هي اللي ليها القيمه الكبرى في ابداع اللحن. يعني احنا الى الان بنحاول نقلد الآلات التقليدية. مش اللي سائد دلوقتي غلط يعني، او اللي احنا بنتصوره ان ممكن يكون عندنا مثلا اوركسترا الكترونات. لا يعني ممكن اوركسترا يؤدي سيمفونيه من سيمفونيات بيتهوفن، ده غلط تماما. مش ممكن هيحدث ده. لا، لكن الموسيقى الالكترونيه معناها تواجد ستايل جديد، اسلوب جديد في مجال الفن، بيبحث في رنين جديد، الوان جديده، تعبيريه جديده، لا هي كمانجا ولا بتضاف الى الشكل الموجود القديم. ده مهم يعني.